سلام، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم كما كتشوفوا غنخدموا الوفل بابل اللي كيجي زوين ومقادير اللي بسيطه، متواجده في كل بيت. خاصها غير تكون عندك هاد الاله او لا الاله الاخرى د الوافل، اي اله عندك. المهم انا درت هاد الشكل. بالنسبه للمقادير غنحتاجو فيهم كما قلت لكم بساطين، جوج البيضات درجه حراره المطبخ. المقادير كما قلت لكم متوفره في اي بيت. كنديروا جوج البيضات، غادي نضيفوا عليهم جوج ساشيات نتاع السكر فاني. الا كانت عندكم الفاني السائله تقدروا حتى هي تستعملوها، اولا تنسموا بقشور الليمون اولا قشور البرتقال اولا اي نكهه عندنا. غنحتاجوا فيها قليل من الملح، قبيصه د الملحه. غادي نحتاجوا 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده. كما قلت لكم مقادير اللي بسيطه والتخدير ديالو سهل. غنضربوا هنايا البيض مع السكر والفاني حتى غادي يذوب هذاك السكر. غنحصلوا على خليط بحال هكا مرغوي. غنضيفوا عليه نص كاس ديال الزيت. وحنا ديما كنخلطوا غنزيدوا نص كاس د الحليب، كلشي بدرجه حراره المطبخ. كاس د الماء غنخلطوا. نضيفوا جوج كيسان د الدقيق. بالنسبه للدقيق الا جاكم غادي تشوفوا الكثافه ديال العجينه، الا كانت تقدروا تزيدوا واحد المعلقه. هنا كتفيت انا بجوج ديال الكيسان. كيبقى الدقيق على حسب الحجم ديال البيض وعلى حسب نوعيه الدقيق. هنا غادي نضيف واحد الساشيه ديال الخميره ديال الحلوى. غنخلطوا كما شفتوا. هذه هي الكثافه اللي خاصني نحصل عليها. هنايا انا اكتفيت بجوج الكيسان، تقدروا تزيدوا معلقه هكا ولا جوج. هنايا خديت الاله ديال الوافل بابل اللي عندي، دهنتها بالزيت. غنخليها تسخن. من بعد هاني غادي ناخذ العجينه. ما كان بغيتو تخليوها ترتاح واحد 10 دقائق ترتاح، ما كانش عندكم الوقت تقدروا تخدموها في نفس الوقت. هنا كندير واحد الكميه ديال العجين وغادي نسد الاله ونخليها حتى كتحمر ونرجع معكم. هنا كما شفتوا غادي نسرحها واحد شويه وصافي وكنسدها. كنخليها حتى كنحس بها تحمرت وكنحل عليها. هانتوما كما كتشوفوا الشكل ديالهم شتي كيجي محمر وزوين. هانتوما هنايا كنكون موجده واحد الكاس. انا هنا استعملت غير الكاس باش غادي نلويها بحال هكا، بحال الشكل ديال الكورني، ونحطها على جنب غير شويه. ما نخليوهاش تبقى في الكاس بزاف باش ما تعرقش وترطب بزاف. غير تشد لا فورم ونحيدوها. غادي نكمل الكميه ديال العجين اللي عندي، نكملها كلها بنفس الطريقه. كما قلت لكم تقدروا تستعملوا اي اله د الوافل اللي عندكم. انا هنايا استعملت هذه ديال بابلز. بغيتو تستعملوا اللي كيكونوا على شكل قليبات، اللي كيكونوا على شكل مربعات، اللي بغيتو. هانتوما راه ناجحه من اول مره. كيجي الشكل ديالها ولا المذاق ديالها زوين، كتعجب الوليدات. كنشريهم لهم من محلات اللي بثمن اللي كيكون طالع، وهي راه ما فيهاش شي مقادير كثيره. بالنسبه ليا هنايا هاد الكميه قطعت لي 6 ديال الحبات. تقدروا كانت عندكم العائله هكا كبيره ديروا دوبلوا المقادير. هنايا من بعد ما خليتهم بردوا خديت هنا شويه ديال لا كريم شونتيي اللي ضربتها درتها في لابوش بحال هكا. وزينت بها هذاك الوافل. ودرت هنايا طريفه د البنان. درت شويه ديال اللوز اللي هكا مهرمش. تقدروا تضيفوا اي حاجه سواء فريز ومن اي نوع تاع الديسير كتبغيو. تقدروا تكتفي غير شويه ديال خطوط الكراميل اولا خطوط الشوكولات فوق منهم. المهم كيبقى ديك الساعات على التزيين على حساب الرغبه. تقدروا تدهنوهم لهم بشويه نوتيلا وتخليهم بحال هكاك. المهم كل واحد والتزيين ديالو. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. سمحوا لي على الصوت ديالي شويه مروحه، هذاك الشيء علاش. كنتمنى هاد الوصفه كي قلت لكم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها لوليداتكم. راه صدقوني راها سهله بزاف ولذيذه لذيذه لذيذه.
استناو ديما الجديد وحتى الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بسلامه.